السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم بقى ايه؟ مخلل زيتون والليمون المعصفر. الكمية اللي عندي اللي استخدمتها في المخلل: كيلو ونص زيتون، كيلو ليمون، علشان الليمون المعصفر، والكيلو بس ايه نعصره لوحده. وطبعا فلفل احمر، كيلو فلفل احمر، على فلفل شطة نحطه برضو في الايه في المخلل. الكمية اللي عندي هنا، طبعا الجزر برضو نسيت اقول لكم، جزرتين كبار كده نبشرهم، بيدي تيست حلو. هنا طبعا شقيت الزيتونة من النص كده ونقعتها في المية لمدة يومين، اغير المية كل شوية عشان أنا ما بحبش المرارة بتاعت الزيتون، بس طلع تحفة. لان طبعا الفيديو ده من زمان وانا دلوقتي قعدنا بناكل منه، فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. هنا حطينا بقى رص الزيتون وبعديه الفلفل، وبعديه طبعا هنا في الورق ده ورق لورا، وفي ورق من ورق الزيتون انا غسلته حلو اللي كان جاي مع الزيتون وحطيته. وطبعا فصين التوم ده انا يعني بيدوا تيست كده حلو، جربوه. والشطه طبعا اللي دقتها وبتبقى جميله، جربوها تبقى حلو. وصلوا على النبي كده واذكروا الله. وهنا بقى بعد ما خلصنا الزيتون رصيناه كله، نحط بقى ايه؟ الليمون اللي عندي، بسم الله ما شاء الله. شوف الكميه، يعني يعتبر ربع البرطمان انا حطاه ليمون، ليمون من اللي انا عصراه. وطبعا قشر الليمون بنحطه برضو في المخلل، ما بنرميش حاجه. هنا طبعا ميه مغليه وسايباها تبرد وتدفى، تبرد خالص. ونحط بقى، انا حطيت كيس الملح ده كله لان الكميه ما شاء الله اللهم بارك عندي كتيره، لليمون المعصفر وللزيتون. هنا طبعا حطينا الملح انا بحط معلقه سكر، يعني احط معلقه سكر برضو، دي تعتبر زي خميره كده، زي حاجه بتحافظ على على البتاع. وهنا طبعا انا حطيت حوالي نص ازازه الخل. وتقلبي حلو وتحطي بقى، وتحطي ده كله، بس الملح لازم تظبطيه. حتى في ملح ساعات بيبقى بيملح ملح شديد، وفي ملح بيبقى ما يعني مش بيملح قوي. فانتي على حسب بقى ما انتي ايه تشوفي، وممكن تدوقي الميه دي وتشوفيها ملحها مظبوط ولا لا. بس انا في الكميه دي يعتبر حطيت كيس من ابو 5 جنيه اللي احنا كلنا عارفينه ده، بس اللي هو بيملح ما شاء الله يعني. فتحطيه بقى وتحطي كده في الايه في البرطمان بتاع الزيتون، وتقفلي حلو جدا جدا وتسيبيه بره. انا سبته لمده اسبوعين ثلاثه بره الايه بره بره خالص التلاجة. وبعد كده عشان انا في ده هعينه لرمضان، انا بستخدم دلوقتي اللي انا عاملاه قبله، هعينه لرمضان. فانا ايه حطيته في التلاجة برضو ايه، يحافظ شوية عليه لغاية من هنا رمضان. كل سنة وانتم طيبين، لسه في شهر 2. هنا بقى طبعا حطينا اهو، نقفل كويس. ده كده مخلل الزيتون، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ونقفل بقى عليه قفلة حلوة ونعينه. تعالوا بقى الليمون المعصفر. طبعا الليمون المعصفر انتوا عارفين ان احنا بنقطعه ايه، انا بوريكم واحدة كده اهي. كده بنقطعه زي ما انتوا شايفين، زي صليبة كده نقطعه. هو ده كده الليمون المعصفر. نفضل بقى ننقي الواحدة الكبيرة، طبعا بتبقى افضل، بتبقى كبيرة كده، بيقولوا عليها ملحمة، يعني بتبقى كبيرة وفيها مية كتير وفيها عصارة كتير، فهنا بتبقى حلوة قوي. هنا طبعا العصفر بقى وحبة البركة، وانا رحت مقطعة كام ورقة لورا كده، يعني حاجة بسيطة. والعصفر طبعا انا كنت جايبة تقريبا ب10 جنيه عصفر تقريبا يعني. بسم الله ما شاء الله، عمل الكمية الكيلو كله. وطبعا حطيته مع الفلفل اللي انا دقاه والجزر. وجزر بيبقى طعمه جميل، بس يمكن انا نسيت الجزر في كام واحده كده ورجعت احطه. انتوا هتاخدوا بالكم دلوقتي ان هو من غير الجزر. وبعد كده اهو هتلاقوني بصوا حطيت كام واحده كده، افتكرت الجزر بس حطيت عليهم يعني، ورحت ايه وعاملاه. بس بسم الله ما شاء الله، الليمون المعصفر جميل جميل جميل. جربوا الطريقه دي. انتوا بتملحوا برضو الدقه دي اسمها دقه تعتبر، بتملحوها او غير التمليحه بتاعه الميه. ونبدا نرجع ايه نرص من اول وايه وجديد.
هنا بقى بسم الله اللهم بارك شوية ليمون جميل. هنا خلصنا بقى، هنخلص الليمون كله بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله، يا رب يكون عجبكم. ومتنسوش بقى تشتركوا في القناة وتقولي لي